القبطان طلع في مقطع تيك توك ويحذر من نشاط غريب في البحر الأبيض. ترددات الأمواج اللي في بطن البحر غير معروفة المصدر وغير طبيعية، وقال إنه يمكن يكون تسونامي بس بفعل فاعل. هيحصل في البحر بفعل فاعل مش بفعل طبيعي. فالناس شو سووا؟ ردوا يقلبون المقاطع وطلعوا مقطع ليلى عبد اللطيف وهي على أساس إنها تتوقع لشيء يمكن مخطط له. مشهد البحر المتوسط عملية تفجير بتهز العالم، سيهدد تونس والمغرب أكثر من دولة عربية. المهم إن تداولوا هذا الخبر. قبطان محمد اليوم طلع قبطان مصري ويقولون إن أغلقوا الشواطئ. جريدة الأهرام أعلنت خبر إن البحر المتوسط أغلقوا فيه الشواطئ. عالي جدا، الموج عالي جدا. زود ما انه صارت ترند، الجهات الرسميه ردت عليه وقالت ان هالموضوع اشاعات ولا يستند الى معلومات صحيحه وعلميه. خبراء ردوا وقالوا مفيش الكلام ده ومفيش دليل اصلا على وجود تسونامي. المهم انتم خبروني، تتوقعون انه فعلا في شيء او الناس انهبلت على المشاهدات والكليبه فيوز؟